هو ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الشرع ما نزلوش عشان يضايق الناس او عشان يضيق على الستات او عشان يحرم الرجاله، لا. ربنا نزل الشرع لان هو خير لينا. ربنا سبحانه وتعالى كل عطاياه خير لينا، حتى لو انت حاسس انها حاجه وحشه بالنسبه لك. لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلاه المراه في بيتها افضل وفي مخدعها افضل، اللي هو يعني اشد ستره واشد حرص ان هي يبقى في اوضتها جنب سريرها افضل، في بيتها افضل، وفي اوضتها افضل. هل يقصد من كده ان هو يضيق على المرأة؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى بيحب ستر المرأة، بيحافظ عليها، مش بيضيق عليها. فاما الرسول قال كده، احنا ايه اللي يخلينا نجري على صلاة التراويح وصلاة الجمعة بالعبايات اللي في زون اللي انتوا لابسينها والحاجات اللي الادب والمسخرة والاسترتشات والقرف؟ ما هو ده اللي ضيع اليهود والنصارى بتمخطر نسائهم في المساجد. اتقوا الله، اتقوا الله واعرفوا دينكم صح. الدين مش ان انا اجري اصلي التراويح في الشارع في وسط الناس. صليها في بيتك مقبوله واخده حسناتك تالت ومتلت، عايزه ايه تاني؟ يبقى ايه لازمتها ارمح في الشارع طالما هنا هاخد حسناتي زي ما الراجل هياخدها واكتر، لان انا عملت بحديث رسول الله. يبقى ايه اللي يخليني ارمح اقعد في الشارع عشان اصلي؟ الا ان انا عايز اعمل شو. يتوب علينا ربنا.